شاء الله تكون بخير. اليوم باش نحكيو ان شاء الله على اكسس توكن ريفرش توكن، ولكن قبل خليني نحكي على التوكن بشكل عام. الحاجه الاولى علاش اصلا نحتاجو توكن؟ انت باش يكون عندك اكونت وتبغي تكري ان بوست ولا نقولوا تاجوتي واحد كومونتير، لازم اول حاجه نتحققوا من الهويه ديال هذا الكومنت، واش جايه من واحد ايتيليزاتور عندنا في لاباز دو دوني ولا لا. داكشي علاش نحتاجو نخدموا بالتوكنز، باش ماشي كل مره باش تجي دير كومنت لازم دير عليك لوغين وتبين الهويه ديالك. سو ذاتس واي نسحقوا توكنز. حنا باش نتحققوا من الهويه ديالك محتاجين توكن. نحكيو دوكا على اكسس توكن. اكسس توكن غير مجرد تسميه، فاهمين؟ اكسس توكن جايه من اكسس لايك ابيليتي باش انك مثلا دير هذا الاكشن. الوغ شحال المده ديالو تكون؟ غالبا تكون 7 ايام. علاش مثلا ماشي نقولوا 5 مينوت ولا 4 ساعه؟ اذا كانت 5 مينوت ولا 4 ساعه غادي كل 4 ساعه حرفيا غادي دير لوغ اوت. تخيل انت تكون في فيسبوك ولا في انستغرام كل 4 ساعه يديروا لك لوغ اوت. ماشي احسن حاجه بالنسبه لليوزر اكسبيرينس. دونك ابخي ما اليوزر مثلا يدير لوغين، انا غادي نوجد واحد الجي دبليو تي توكن ولا نقولوا اكسس توكن ونبعثو للبراوزر ديال اليوزر ونستوكيه غالبا مثلا نقولوا في اللوكال ستوريج. ولكن اللوكال ستوريج راه اكسيسيبل للجافا سكريبت وممكن يتعرض لي زاتاك ديال اكس اس اس. الوغ الا كانت عندك توكن اللي فيه ديزانفورماسيون مهمين بزاف غالبا نحطوهم في الكوكي فيا اتش تي تي بي اونلي. ولكن وسم هي الحاجه اللي ماشي مليحه هنايا. نفترض باللي كاين واحد الاتاكر اللي تحصل على هاد الاكسس توكن ديالك ولا نقولوا هذا التوكن. هنايا غادي لمده 7 ايام غادي يقدر يدير حرفيا اي حاجه. دونك هنايا كاين واحد الالتيرناتيف اللي هي البيست براكتيس يخدموا بها شركات كبار كما جوجل وميتا، اللي هي يكون عندك ريفرش توكن وعندك اكسس توكن. قبل ما نحكي عليهم غادي نحكي شويه على الشكل ديال لا باز دو دوني كيفاش كيكون. الوغ الا انت بغيت سينجل لوغين ولا نقولوا سينجل سيشن، مثلا تكونيكتي غير في التليفون، ما تقدرش تكونيكتي في التليفون اخر ولا في بيسي واحد اخر، ولا في لا باز دو دوني ديالك عند اليوزر غادي يكون عندك واحد الفيلد سميتو مثلا اكسس توكن هنايا. فاهمين؟ غادي يكون عندك اكسس توكن. ولكن الا بغيت تكون عندك شغل مالتي ديفايسز وتبغي تاني دير اللوجز ولا زعما تكون عندك مثلا نقول واحد الستوريك ديال التوكنز، وقتاش تكريا مثلا، وقتاش كمل، وقتاش اسكو راه اكتيف ما راهش اكتيف. دونك هنايا راه فيك انك يكون عندك طابلو ديال يوزر بوحدو وطابلو نسموه ريفرش توكن، غالبا ريفرش توكن. فاهمين؟ وغادي تكون لا ريلاسيون 1 تو ماني، معناها كل يوزر يقدر يكون عنده ماني ريفرش توكنز. علاش قلت ريفرش توكن ما قلتش اكسس توكن؟ الاكسس توكن غالبا تكون في البيست براكتس 15 مينوت. فاهمين؟ غالبا المده ديالو تايم تو ليف تكون 15 مينوت. الا عندي كل 15 مينوت ندير توكن، كل 15 مينوت ندير توكن، انا ما نسوفغارديهاش في لاباز دو دوني. اوكي نرجعوا هنا المثال ديالنا. اذا كانت عندي مثلا غي ريفرش توكن واحد وديفايس وحده، هنايا فريفرش توكن اصلا كي غادي نسوفغارديه ما غاديش نسوفغارديه بهاد لا فورم، غادي يكون مهاشي. بحال مثلا كي تكون عندي الباسورد، هنا عندي مثلا ايميل الباسورد ما غاديش نسوفغارديها كيما هكاك تكست نورمال، لا غادي نسوفغارديها في باز دو دوني ديالي تكون مهاشيه. شي مره واحد خدا ليا لا باز دو دوني راه ما غادي لي مود باس، غادي يلقاهم مهاشين ما غادي يدير بهم والو. دونك هنا اليوزر كي اول مره يدير لوغين انا نوجد واحد الريفرش توكن المده ديالو تكون 7 ايام، ونوجد واحد الاكسس توكن اللي المده ديالو 4 ساعه ونبعثهم لليوزر. غالبا الريفرش توكن نخبيه في ال HTTP only cookie، فاهمين؟ باش ما يكونش اكسيسيبل على الجافا سكريبت. الاكسس توكن نقدر نخليه في اللوكال ستوريج، وممكن تاني نخليه حتى هو في ال HTTP only cookie عادي. هنايا غادي يجيك سؤال، الا تايم تو ليف هذه كانت 15 مينوت واش غادي يصير ليا لوغ اوت؟ ريفرش توكن نستخدمه باش نعاود نجينيري اكسس توكن. الاكسس توكن هو اللي نستخدمه باش ندير الاوثرايزيشن تاعي وباللي يعني اوثنتيفي ونقدر ندير هذا الاكشن. اذا كانت المده ديال الاكسس توكن هي اصلا 4 ساعه وهي اللي نستخدمها باش ناوثنتيفي راسي، دونك اسكو هنايا كل 15 مينوت غادي يصير لوغ اوت؟ لا. نقول لك واش غادي ندير، نقول له التوكن ديالك تايم تو ليف ديالو حاليا راه 14 دقيقه و59 ثانيه. الوغ في الوقت اللي انت زفرت فيه ريكوست مثلا راه لحقت اكزومبل راهي 15 مينوت صافي التوكن ما ولاش صالح اكسبيرون. هنا واش غادي يصرى؟ السيرفر غادي يرجع لك 401. السيرفر كي يرجع لك 401 معناه يقول لك ان اوثرايزد. كي غادي يبعث لك ان اوثرايزد دونك هنا البراوزر ما غاديش يبعث لك السلاش لوغ اوت مباشره، لا غادي واش يمشي يدير، غادي يمشي يبعث
الريفرش توكن من جديد. صافي غادي يمشي يبعث الريفرش توكن لما للسيرفر، وبحال اللي حكينا البارح كيفاش يتم التحقق من جي دبليو تي. دونك غادي يتحقق من لا سيناتور الا كانوا كيف غادي يمشي يدير يعاود يمشي يبعث لك اكسس توكن جديد، ومن ثم تعاود دير ريكوست جديده والسيرفر يريبوندي لك بلا ما دير لوغ اوت. الا سرقوا لي اكسس توكن، دونك هنا الهاكر مثلا غادي تكون عنده ربع ساعه انه يستخدم هذاك الاكسس توكن باش يدير اللي بغا، ولكن راه صعيب تكون كاينه حاجه اللي 100% سيكوريزي. الا تسرق الريفرش توكن راه اكيد ما غادي تكون عندها حتى فايده، بحال مثلا الاكسس توكن اللي حكينا عليها الاولى. دائما حاول انك تخبي الريفرش توكن ديالك فالكوكي فيا HTTP اونلي، حيت ما تكونش معرضه لزاتاك بحال الاكس اس اس. ان شاء الله غادي نحط لكم واحد اللينك ديال واحد البوست كنت حكيت عليه على لي زاتاك ديال الاكس اس اس وشنو هي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، و اعتنوا بالقطط. مع السلامه.